السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ظاهر لكم بهذا الفيديو حتى أتكلم لك شنو هو السادس. وإذا أنت طالب سادس وعندك فترة مراجعة أريدك تركز وياي بهذا الفيديو. هذا الفيديو راح يكون عفوي تماما يعني بدون ما راح أسوي قطع وترتيب وشيء، راح أتكلم به مباشرة. في يوم من الأيام أنا كنت طالب سادس وكنت أتمنى ألقى نصائح مثل النصائح اللي راح أوجه لك إياها. اليوم أنا بفضل رب العالمين صار لي تقريبا 7 سنوات خريج سادس، وظليت بالسادس سنتين. بالبداية خلي أعرف نفسي للناس اللي أول مرة تشوفني أو أول مرة نتكلم أو نلتقي. أنا أخوكم شديد حسان من بغداد، خريج معهد الصحة العالي قسم طوارئ، موظف بوزارة الصحة صار لي 4 سنوات، وصار لي 4 سنوات أشتغل بمجال الأونلاين بزنس والتجارة الإلكترونية بفضل رب العالمين. فرحلتي بالحياة كانت مختلفة، ولكن نبديها اليوم عن السادس. وشنو هو السادس وليش انه انت تتأثر بالسادس. اكو بعض النصائح اللي انا ما محضرها بس راح اتكلم وياك مباشرة، لان في يوم من الايام كنت انا اتمنى اسمع هاي النصائح او اتمنى احد ينصحني على السادس وفترة المراجعة وفترة ال40 يوم وكل هاي الامور. اول شيء انه السادس هو طبيعي. يعني حتقول لي شديد اوكي شنو طبيعي؟ يعني ابسط شيء انا بالسادس من كنت مثلا هذا الايباد ما كنت اشوفه ايباد، اشوفه ممكن شيء فخم كبير. مثلا هذا القلم كنت اشوفه هالكبر القلم. فبالسادس دائما اصغر الاشياء نشوفها كبيره، وهذا الشيء منطقي. ليش؟ لانه احنا تعب 18 سنه، تعب العمر نريد نستحصله بهاي المرحله الدراسيه اللي هي السادس اعدادي او السادس بكالوريا. فراح نيجي هنا نكون متوترين، نكون اعصاب، نكون مشتتين، فهذا الشيء طبيعي. ولكن تعال خلينا نجي نتكلم بصوره عاميه. اسال نفسك سؤال، او اوقفي انت او اوقف انت قدام نفسك بالمرايه وقول انه انا شريد من السادس وشريد من الحياه. من تسال نفسك هذا السؤال راح يكون هدوء داخلي وسكينه بداخلك، وحتعرف شلون تقرا وحتعرف شلون تجيب المعدل اللي تريده. فاوقف قدام نفسك بالمرايه وقول انه انا مثلا كشديد انا شريد من السادس. اوكي انت اكيد تريد معدل عالي وتدخل مجموعه طبيه، او اذا كان حلمي مهندس اريد. لا، هي الفكره مو هنا. الفكره انه انا شريد. اوكي شديد يعني شلون شريد؟ يعني افكار شديد من كان بالثالث المتوسط والرابع اعدادي والخامس. شنو افكاره كانت؟ هي هاي شديد اللي تخليني اطلع معدل بالسادس. نعم، مو دراستك للكيمياء وبالفيزياء بالخامس، لا، افكارك. اليوم كل وضع انت راح توصل عليه بسبب افكارك القديمه. فمن تيجي تركز بيها انت 2026 و2027 يا كلية راح تروحين. مو لين انت قريتي بالسادس، لين انت بالخامس شنو كانت افكارك، وبالرابع وشنو كانت افكارك. انا كشديد كشفت انه كانت افكاري بالرابع والخامس انه انا اتمنى انقبل معهد الصحة العالي، انه اتمنى اتعين، اتمنى اروح مجموعة طبية، وكان اقصى هدف وطموح انه اطلع 88 حتى اروح مسائي. ما كنت اشوف نفسي انه انا استحق، ما كنت اشوف نفسي انه انا استاهل اطلع 100، ما كنت اشوف نفسي انه انا اقدر. انا اليوم طالع وياك بهذا الفيديو اقول لك شغله واحده مهمه، انه انت تقدر تجيب 100 والله العظيم. ليش؟ لان انت تستحقها، ومو كلام تنميه بشريه. انت تقدر تطلع 100، بس انا سابقا ما حد قال لي انه انت تقدر تطلع 100، ما حد قال لي انه انت تقدر تطلع 99. كنت اخاف من كلمه 100 واخاف من كلمه 99، وبعمري ما تخيلتها انه انا اقدر اسويها، وبعمري ما كتبتها على حائط او حكيت بها وعلقتها. كان اقصى طموح 88. ممكن بسبب الخوف اللي خوفوها انه بالسادس، ممكن انه بسبب التشتتات اللي موجوده الى اخره، السوشيال ميديا كل شيء. ولكن انا ب 2017 و2016 و18 فتره ما كنت بالسادس ما كانت سوشيال ميديا لهالدرجه وريلزات ومؤثرين وكذا.
ولكن كنت متشتت شيء طبيعي انه، فما كنت اتخيل انه انا اقدر اطلع معدل. اول نقطه انه انت هسه اريدك تستفاد من يمها انه انت والله العظيم تقدر تجيب ال100 وتقدر تجيب ال99. ليش ما تقدر تجيبها؟ ليش؟ اذا انت كان عندك صدق السعي وانت جبت كتبك وجيت قريت ودرست وبسم الله الرحمن الرحيم وانا توكلت على رب العالمين وراح اقرا، ليش انه ما تجيبها؟ السؤال ليش انه ممكن ما تقدر تجيب 100؟ ليش؟ هل راح تجي اسئله صعبه؟ بسبب افكار انه انت جاي تتخيل راح تجي اسئله صعبه. هل راح تجي اسئله سهله؟ ممكن. الناس اللي طلعت احسن منك لا. زين مو شديد مو اني ما ظل وقت انه احنا كطلاب سادس مو اني ما قريت من بدايه السادس، مو اني ما دخلت مدرسين خصوصي بالخامس، والله العظيم ما لها دخل. والله العظيم لو تقرر قرار حقيقي وتام انه انت تجيب المعدل اللي تريده وتنطي السعي مال هذا المعدل، والله لو خلال 20 يوم تقدر تجيب المعدل اللي تريده. ماكو وقت انتهى. ولكن ارجع واقول لك، انت جاي تفكرين الان وانت جاي تفكر الان. جاي تفكر باحلام واهداف مو واضحه. نصيحه وضحها. انت شوفي نفسك وين؟ بالمعهد الطبي، بالهندسه، بالذكاء الاصطناعي، بالطب العام، بالصيدله، بالاسنان. ما لك دخل بصديقاتك، ما لك دخل بامك وابوك واهلنا وكذا، ما لك دخل بالكل. انت شنو تريد؟ وانت لازم تكون واضح، والوضوح يجي على جذر المشكله. انا لازم اكون واضح انا بالمعدل اللي اريده. لازم اكون واضح انه انا شريد، انه انا هل هذا وهم الطفوله انه انا اتمنى اصير طب، ولكن انا هل اقدر اصير طبيب؟ هل انا حتحمل ساعات الشغل اللي يشتغلها الطبيب؟ هل انا اريد مهندسه حتى اصور والبس هاي الطاقيه الصفراء والبس اليلق واكتب انه انا خريجه؟ ترى هاي الصوره عاديه. اليوم اغلب الناس بسبب هاي الصوره طبعت ببالها تقتل نفسها وتشتت نفسها وترسب بالسادس وتعيد سادس على مود صوره. لا، اليوم انا طالع وياك انه انا ما توفقت بالمعدل مال السادس، ولكن والله العظيم كنت اسعى بصدق وكنت اقرا بصدق، وعدت ثاني سنه وبس حتى اطلع معدل، وما طلعت معدل وطلعت معدل جدا 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 ضعيف. ممكن انت عندك هسه فضول ايش قد معدلي بالسادس؟ معدلي بالسادس علمي كان 67، ولكن والله العظيم لان سعيت بصدق وقريت وسويت اللي علي وجبت اخرتي، والله العظيم انقبلت بالمعهد اللي كنت اتمناه وحلمي وهدفي، بالمعهد اللي اريده اللي هو معهد الصحه العالي، وانقبلت قسم طوارئ والحمد لله والشكر وتفوقت وطلعت من ال10 الاوائل ونافست وبفضل رب العالمين وتعينت تعيين مركزي. فالسؤال اللي اسالك اياه، انت على قدر ما راح تركز بالشيء اللي تريده حيجيك والله العظيم بدون معدل. يعني انت اذا كنت افكارك بالرابع وبالخامس ودائما تتمنين انه تريدين تصيرين بالمكانه الفلانيه، ما له دخل المعدل حتى يحطك بهاي المكانه. اللي يخليك بهاي المكانه اللي تريديها هو افكارك وطريقه تفكيرك وسعيك لهاي المكانه بغض النظر عن الارقام اللي يطلعها المعدل. يعني انا من طلعت معدل ضعيف او اعتبره 67 اعتبره كلش ضعيف لان كنت اقرا مال 97. المهم فاهلي وقرايبي والناس كلها انه انت عيد سنه حسن معدل، حرام اللي دا تسويه، انت ليش كذا سويت؟ ويعني انا بايدي ممكن وصلت نفسي هاي المرحله، ولكن انه انا صمت 3 ايام شكر لله سبحانه وتعالى. اغلب الناس تتعجب، انت صايم لله سبحانه وتعالى شكر، انت مطلع 97، هو انت مطلع 67؟ بس انا كنت اشوفها 97. ليش؟ لان انا جبت اخرتي وانا سعيت وانا سويت اللي علي، فرب العالمين راح يكرمني ولو بعد حين. وانقبلت اداره واقتصاد، قسم ماليه ومصرفيه، وقالوا لي ايه يلا خش هذا بالتقديم المباشر المركزي انه ماليه ومصرفيه حلو وانت تبدع وانت تقدر توصل. بس انا علمي واحيائي، احنا بفترتنا كان الاحيائي والتطبيقي، قضيت عمري اقرا علمي واحيائي وتاليها اروح انافس الادبي، مع كل احتراماتي للادبي، مو انه اتكلم على ادبي، ولكن اني قضيتها من الرابع والخامس وانا اقرا بالاحياء والكيمياء والادوات العلميه. شلون اجي انافس الاداره واقتصاد اللي هم من الاول متوسط يدرسون اقتصاد وجغرافيا وتاريخ، لا تفهموني؟ فاني مو تناقصا بهم بس اني ما راح اقايش وياهم، انا جاي باختصاصي يختلف عن اختصاصي اللي هو هذا كان يمنعني انه انا اروح اداره واقتصاد. ولكن رب العالمين باخر لحظه خلاني انقبل معهد صحه العالي، فتحت تقديمات
تقديمات مباشر مو بالاستماره الالكترونيه والى اخره، وطلعت احتياط. رايدين كانوا 40 طالب، انا طلع رقمي 41. وايضا شكرت لله سبحانه وتعالى وحمدته، قلت له يا رب والله اذا الي خير حتقبلني، وبفضل رب العالمين انقبلت احتياط، ومن احتياطي توفقت وتعينت، وصارت قصه نجاح وراحت وراحت وراحت. الرساله اللي اريد اوصل لك اياها انه انت والله العظيم قدامك وقت لو 15 يوم، لو 20 يوم، لو 40 يوم، والله هذا السعي وهاي الايام اذا تكبس على نفسك وتقول انا حقرا بيها، والله تعوض 18 سنه راحت من حياتك. ليش؟ لان انت 18 سنه ما قررت قرار قوي وحقيقي وصادق انه انت الا انجح والا اكسر الدنيا والا اسوي المستحيل واجيب اخرتي واقرا ولن استسلم حتى اموت، لن استسلم حتى افوز، لن استسلم الا اطلع المعدل اللي اريده. حكمت هاي الحكمه، قفلت هاي القفله على المعدل مالتك. ابسط شيء تقدمه لمعدلك والشيء اللي تتمناه تكتبه على ورقه. كتبت على ورقه كبيره وجيت شخبطت وكتبت انه انا اريد 99% وحطيتها على الحائط. سويتها؟ لا، يعني انت ما تريدها. انت تريدها؟ تمسك بيها، لا تخاف. انه راح تضحك عليك الناس، يا ما ضحكت علينا ناس. انا ما جاي احكي بس على السادس، على النجاحات اللي سويتها بحياتي. ضحكوا علي وقالوا لي انت ما تقدر وانت وعلقت شغلات على الحائط وضحكوا عليها، ومن جبتها قاموا يباعوا لها. هم دا يفكرون يعلقون مثلها. عبالهم هي بالتعلاقه على الحائط. لا يا عزيزي، هي قرار داخلي، قرار حقيقي، ان انا ما استحي اواجه حلمي واواجه هدفي، وحكسر الدنيا واطحن نفسي لحد ما اوصل للشيء اللي اريده. وحوصل له. ليش؟ وراي رب العالمين، انا واثق برب العالمين، وواثق بالطاقه اللي حقدمها، واثق بالدراسه، واثق الفيزياء حلزمها اخلصها، واثق الكيمياء وان كان حبيتها ما حبيتها انا حقراها. تحصيل حاصل، انا حقراها وادرخها واحفظها واسوي اللي علي. احب القانون ما احبه، احب الفصل ما احبه، انا حقرا. انجليزي انا ضعيف بيه مو ضعيف بيه، لا اقعد اتخيل ولا اقعد احلل. يا عمي اقرا وبس، اقرا وروح واقرا بالكتاب واقرا بالملزمه واقرا بكل شيء، ولا تشتت نفسك. فلان طلع معدل، قرا الملزمه الفلانيه، فلانه دخلت خصوصي بالمراجعه فكس. يا عمي الزم كتابك واقرا، والله العظيم رزقك حيجيك الاخر نفس، ورزقك حيجيك الاخر لحظه. اقرا وما عليك، رزقك حيجيك لو انقلبت الدنيا وانطبقت السماء على القاع. ما راح تدخلين غير الكليه اللي رب العالمين كاتب لك اياها. ولكن اذا سعيت وتوكلت على رب العالمين وقررت انه انت تنجح، وقررت انه انت تطحن نفسك وتدفع ثمن ال 99 اللي تريدها، قررت تدفع ثمن الصدريه اللي راح تلبسها، وقررت تدفعين ثمن الكليه اللي تريديها وتتمنيها، وايا كان المعدل، وقررت تدفع ثمن الكليه اللي تريدها. اذا تريد كليه اهليه، اذا تريد كليه حكوميه، اي شيء تريده انت لازم تدفع ثمنه. الثمن اللي تدفعه هو بالدراسه، الثمن اللي تدفعه هو بالظروف، الثمن اللي تدفعه بهاي ال 20 يوم او ال 40 يوم انه انت ما تطلع، انه انت تضغط على نفسك، انه انا مالي واهس اقرا. الثمن تدري شنو؟ انه انت مالك خلق واهس تقرا، ولكن تقرا. مو تقرا حتى انه انت بطل، ولا تقرا انه انت تقعد تستيقظ الساعه 9 صباحا او السادسة صباحا وتشرب القهوه والى اخره. لا، تقرا لان انه انت عندك هدف تريد توصل له. تقرا لان انه انت برمجت عقلك انه انا لازم اقرا بهالفتره، ردت ما ردت، جوعان نعسان، اقرا واظل دايس لاخر لحظه لحد ما افوز بمعدل اللي اريده وبحلمي اللي اريده. لان احنا بالسادس دائما نسرح. بعد ما راح تتخرج وراح تنجح، راح تحكي هذا الكلام، وراح تطلع على التليفون وتنصح ناس بالسادس، وتكون قصه نجاح. ولكن ليش ما كنت قصه نجاح لنفسك سابقا؟ ما ادري، مشتت. اشوف السادس بعبع، اشوف النجاح بعبع. هو هاي الفكره هنا. اقلب الطاوله شوف نفسك انت خريج، شوف نفسك انت جبت المعدل اللي تريده. هذا الصفاء والتركيز والوضوح اوصل له وانت سادس، لان ماكو شيء يمنعك، مجرد عقلك، مجرد افكارك اللي تخليك تشتتك. شوف نفسك انه انت ناجح، تخيل نفسك. شنو اللي يفرق هسه بين طالب سادس تخرج وطالب سادس بعده بالسادس؟ اللي يفرق هو عقله، هو المشتتات اللي هو يشتت بها نفسه. فانا اليوم طالع انصحك اقول لك ارجع باوع قدام المرايه وباوع على نفسك وقول انا ما بي شيء، هاي ايدي، هاي رجلي، هاي عيوني، هذا شعري، ليش ما ازين الا بعد ما اتخرج من السادس؟ ليش ما اطلع وليش ما احنا عايشين بدوامه بالسادس غريبه.
والله العظيم كل الناس اللي طلعت معدلات هم عايشين احلى حياه بالسادس، وبمرحله اللي طلعوا بيها معدل هم عايشين احلى حياه. والناس اللي قافله على نفسها الباب وشعرها طويل وما تقرا ولا تحجون وياي واني واني ما طلعوا معدل، بسبب هو مركز بالاشياء التافهه. مع كل احتراماتي لهاي الاشياء، هاي اشياء كلها تافهه. مركز بالاشياء التافهه، اغلق الباب على نفسي، استيقظ الساعه، انا كئيب، انا طالب سادس، لا حد يحكي وياي، لا حد يندق بي، لا حد يدزني، لا حد يوديني، لا حد يجيبني. هاي اشياء تافهه. الناس اللي طلعت معدل بالسادس هي شايفه الحياه عاديه، شايفه الحياه طبيعيه، شايفه السادس من منظور طبيعي، هو مرحله عاديه انا اقراها واسعى واروح اجيب درجه، حاله حال اي امتحان بسيط، حاله حال اي ماده، حاله حال اي شيء. بس ليش؟ اسال نفسك سؤال، ليش هالهوسه؟ ليش هالهوسه اللي بعقلك؟ ليش هالدوخه؟ ليش هالتشتت؟ هو حاله حال اي شيء. نصيحه، لحق على نفسك والزم نفسك واوقف قدام نفسك بالمرايه وقول هو شنو هو سادس انا حقره واسعى واجيب. شديد يتكلم بهالبساطه، والله بهالبساطه وابسط يا عمي، بسط الدنيا على نفسك والله العظيم تتبسط. كل الناس الناجحين سر نجاحهم هو البساطه، النجاح يكمن بالبساطه، المعدل المية يطلع بالبساطه ما يطلع بالهوسه. هو كتاب اجي اقراه واروح وما خايف، اروح وانا متفائل بالخير. انت مؤمن لو هيك بس كلمه مؤمن بس كلام على نفسنا؟ الله سبحانه وتعالى قال تفائلوا بالخير تجدوه، او حديث نبوي او شيء. صدق السعي، اسعى يا عبدي وانا اعينك. وهواي ايات عن السعي وعن صدق السعي وصدق التوكل وانه انت تسعى والى اخره. افتح القران وشوف ايش قد ايات، اكتب شات جي بي تي ايات صدق السعي قرر. اسعى وشوف. انت طول ما جاي تسعى ليش تخاف؟ تدري من اللي يخاف؟ اللي يسخر، اللي ما يسعى، اللي ما جاب اخرته، اللي ما توكل على رب العالمين، اللي يوم يقرا 10 ينام 10. يا اخي لا تصفن، يا اخي مرحله السادس ما عندك وقت تصفن وتفكر. انا كنت بالسادس اقرا 5% و95% افكر واحلل، وهي هاي الطامه الكبرى اللي انصدمت بيها. انت لا تفكر، نصيحه، لا تفكر، اقرا اكثر. كل ما تفكر، لا حتى باحلامك واهدافك لا تفكر. شو يا ما فكرنا وحنكسر الدنيا وانا مطلع معدل 100 والله والحياه حلوه. وين فادتني؟ خلتني ما اقرا فتره القرايه والناس تقرا وتطلع معدل وانا اظل بس صافر. لا تفكر. زين شو اسوي؟ اقرا، عقلي يشرد، اقرا، ما اقدر ما افكر، لا اقرا. اجبر نفسك 3 ايام تحجر عدل وتقرا وتكسر الدنيا. اقرا ملزمه، اقرا قانون، اقرا اكتب اقرا. مو انا ما احفظ، اقرا قرايه بس، اكتب كتابه بس. يعني سوي افعال تؤدي الى النتائج اللي هي انه انت تبدي تقرا وبس. اقرا وبس واطلع قبل. لا تفكر هواي، اقرا هواي وبس. بكل بساطه اقرا هواي وبس. الناس اللي وصلت هي قرأت هواي وبس، اللي طلعت معدل قرأ هواي، ملزمه مو ملزمه يا عمي قرأ. كنا نفس الدماغ، كنا نفس العقل، كنا نفس الذكاء، اغلبنا نفس المدارس، ناس تطلع معدلات عاليه وناس ما تطلع. والنقطه الثانيه ديروا بالك تعيد سنه ثانيه، ديروا بالك تعيد سنه. انا كنت مستحيل اعيد سنه ثانيه، وانصح الناس ولا تعيد، ولكن وقعت بوهم وغدر اعاده السنه الثانيه. تدرون ايش وقت وقعت بيها؟ باخر امتحان بالفيزياء بالسنه الاولى اللي بالسادس، الامتحان الفيزياء، وانا اقول انا مستحيل اعيد، حكمل اول سنه وش يطلع لي، ولكن عدت لان ما كان عندي قرار حقيقي. لازم يكون عندك قرار حقيقي واضح وهدف واضح. وايد طلاب السادس ايش تتمنى؟ اتمنى كذا. نادرا ما تلاقي ناس من اسالهم انت شو تريد معدل يجاوبني باول 5 ثواني. هسه راح اسالك سؤال، شنو المعدل اللي تريده؟ اذا جاوبتني ب5 ثواني فثق انه انت راح تطلع هذا المعدل، لان انت عرفته بسرعه، عقلك الباطن جاوبه وانت جاوبته. ولكن اذا انت ما جاوبتني فانت ما تدري شو تريد، ما راح تطلع. مو انا اريد اطلع طب ادري طب شنو يعني طب يبدا من معدل 80 لحد 90. طيب شنو؟ حدد. مو انا اريد كذا، حدد المعدل، حدد الجامعه. من حقك تحدد وتنزل تسعى وتطحن نفسك على ضوء هذا الشيء. ونصيحه، كبر حلمك وهدفك، لا تستحسف بنفسك، وابد لا تحط معدل على المعطيات الحاليه اللي عندك. والله العظيم اكو ناس بس فتحت باب الامكانيه وفتحت الامكانيه بدماغهم، والله ب20 يوم طلعوا معدلات مرعبه وانتم تعرفوهم.
دول الناس شلون طلعوا هاي المعدلات المرعبه؟ هو فتح باب الامكانيه وبس. فانت افتح باب الامكانيه، يعني شلون؟ يعني لا تخلي على ضوء معدل نصف السنه، على ضوء المدرسه مالتك وشي، يا عم افتح باب الامكانيه وخلي معدل عالي بفتره ال40 يوم واقرا، او هاي الفتره اللي بقى لها هالقد للامتحانات. بس افتح باب الامكانيه، اكو مساحه بعقلك ووسعها، اجباري عليك هسه توسعها. يعني اني عقلي صندوق، فاني اعتبر تداين عقل ثاني، تداين مساحه على بيت جيرانك بعقلك، عقلك هو مثل القطعه قاع، فداين فتره السادس وكبر المساحه، كبر مساحه عقلك، لا تخلي عقلك بهالمساحه الصغيره انه اني اقوى شيء اقدر اجيبه 78، ونقعد نطلع ارقام ما انزل الله بها من سلطان، ما ادري منين نجيبها، انه انا حطلع 78.8 شلون؟ يا عم وسع مساحه عقلك وخلي معدل كبير واطمح بالعالي حتى تجيب الاقل منه. انا كان اقصى طموحي 88، طبعا اطلع 67، ولكن قوه جذبي للشيء اللي اريده وقوه احلامي واهدافي خلتني احصل الشيء اللي اريده الحمد لله والشكر، وحققت حلمي، لان كان حلمي بسيط معهد طبي حتى اتعين مركزي، وبعدين تعينت، وبعدين ما ادري شو تعبالي المعهد الطبي عالي. لا، كبر حلمك، جيب 100 وحتى تطلع 99. انت ما تريد 50، حط 100 حتى تجيب 90 عادي. شنو يعني فتره حقرا بها وحتعب، ليش الله ما يوفقني؟ ليش؟ فتره حقرا بها وحتعب وحوصل الشيء اللي اريده. النقطه الاخيره اللي اختم بيها انه توكل على رب العالمين. توكل على رب العالمين وخلي يكون عندك صدق السعي، لا تخاف من شيء طول ما رب العالمين وياك. المدرس مالتك او المدرس الخصوصي هو مو دائما وياك، تليفونك مو دائما وياك، ملزمتك مو وياك، بس رب العالمين يبقى وياك بالامتحان. فاذا كانت علاقتك حلوه برب